أولى ثانوي، المراجعة النهائية للترم الأول. مراجعتنا هتشمل جميع الأسئلة اللي ممكن نتعرض ليها في امتحان نص السنة. الأسئلة النهاردة اللي هنتعرض ليها هي عبارة عن أسئلة مجمعة من النماذج اللي نازلة لنا في كتاب التقييمات والكتب الخارجية، فتقريبا كده هنحل تقريبا ما يعادل 100 سؤال عندنا في المراجعة النهاردة. جهز لي ورقة وقلم لأن احنا النهاردة هنغطي جميع الأفكار اللي ممكن نتعرض ليها في امتحان نص السنة. نتوكل على الله. السؤال الأولاني، السؤال الأول: A food chain includes، عندك سلسلة غذائية. السلسلة الغذائية بتشمل، معايا كده بقى نبتدي نصحصح، بتشمل حاجة اسمها fish, algae, zooplankton and small fish. What happened after the predatory fish feed on the small fish in a great number؟ يعني انت عندك سلسلة غذائية وانت عارف الفود تشين هو عبارة عن بيحصل فلو للانرجي. عندنا في الجي، اكيد هنبتدي بالطحالب لان الطحالب تمثل بروديوسر، واي سلسله غذائيه اي فود تشين ستارت باي بروديوسر. البروديوسر مين فيد اون ات؟ هيتغذى عليه الزوبلانكتون. الزوبلانكتون مين اللي هيتغذى عليه؟ السمول فيش. السمول فيش مين فيد اون ات؟ اللارج او البريديتوري فيش. طب هو سؤالنا بيقول ايه؟ بيقول لحضرتك لو عندك السمك الكبير اتغذى على السمك الصغير، يبقى السمك الصغير صغر او قل حجمه او كميته قلت. لو حجم السمك الصغير قل يبقى بالتالي الزوبلانكتون هيزيد لان مفيش حاجه هتتغذى عليها، مفيش حد هيتغذى عليه، محدش هيفترسه، وكمان الطحالب نتيجه ان الزوبلانكتون زادت الطحالب تقل. تاني سمول فيش، طب ما هو سمك صغير اختفى ما بقاش موجود، فالزوبلانكتون اللي كان بيتغذى عليه السمول فيش هيحصل له ايه؟ هيبتدي عدده يزيد، طب والطحالب تبتدي تقل، وبالتالي هنلاحظ ان الزوبلانكتون كريس والالجي ديكريس. Which of the following is correctly describe the wind between two regions؟ قول لي حاجة بتوصف الرياح بتمشي منين لفين والرياح بين منطقتين. مبدئيا احنا عندنا الويند move from high pressure to low pressure. الرياح بتمشي من المنطقة اللي فيها ضغط عالي للمنطقة اللي فيها ضغط قليل. طب كل ما الفرق يقل يبقى قوة الرياح تحصل لها تقل. ما ننساش ان الويند move from high بريشر تو لو بريشر، ادي واحد. اتنين، ما ننساش ان الويند، احنا بنجمع اسئله، الويند مالها يا مستر؟ الويند بتتقاس بجهاز اسمه الانيموميتر. ما تنساش ان الويند بتتحرك من الهاي بريشر زي ما ذكرنا لللو بريشر. طيب which of the following correctly describe the wind between two regions؟ اقول لك ايه اللي بيوصف. اللي بيوصف ان الويند سبيد لو whenever the difference between atmospheric pressure between the two regions is small أو low. يعني قوة الرياح بتبقى قليلة لما يبقى الفرق بين المنطقتين قليل. ما تنساش حاجة مهمة، في عندنا خرايط اسمها خرايط الايزوبار، ودي عبارة عن لاينز بتعمل كونكت، بتوصل تو اريا equal، مناطق equal in pressure. اي منطقتين متساويين في البريشر بنوصل بينهم بخط اسمه الايزوبار. في حاجه كمان، في عندنا ويزر ماب، ودي عباره عن ماب بتبين البريشر من منطقه لمنطقه، ودي اسمها الويزر ماب. طيب السؤالنا تاني بيقول ايه بقى؟ بيقول لك لو منطقتين مختلفين في البريشر ايه اللي يحصل؟ تقول لي الويند موف فروم هاي بريشر تو لو بريشر، وكل ما الديفرنس كل ما الفرق يقل يبقى قوه الرياح وسرعه الرياح تبقى صغيره. السؤال اللي بعده: Ray fish can live in deep ocean under high pressure. ليه؟ ليه السمك زي الري فيش، وخلي بالك دي سمكه كارتلج يعني سمكه غضروفيه، الري فيش بتتميز بان جسمها بيبقى جسم في هاي اماونت اوف اويل وكارتلج. يبقى ازاي السمكه اللي اسمها ري فيش كان adapt وليف in deep ocean؟ تقول لي بتعيش في العمق الكبير نتيجه وجود هاي اماونت اوف اويل وكمان cartilage. A student has recorded a statement about some of the atmospheric layer. احنا عارفين الاتموسفيريك لاير، مين فاكر الاتموسفيريك لاير بدل بنراجع؟ عندنا اول طبقه اسمها طبقه طبعا التروبوسفير، الطبقه اللي بعديها طبقه اسمها طبقه الاستراتوسفير، طبقه اسمها الميزوسفير، طبقه اسمها سيرموسفير،
واخر طبقه بره اسمها الاكزوسفير. طيب، في طالب سجل معلومات عن اللايرز، فأنهي جمله من دول تنطبق على الميزوسفير؟ ادي 4 جمل وعايزين نشوف مين ينطبق على الميزوسفير. طبعا الميزوسفير معروف ان هو كولدست لاير. الميزوسفير بيتميز كمان ان هو فيه الميترويدز والميتيورز بيحصل لها بيرن. يبقى الجملتين اللي صح ممكن تبقى الجمله 1 و2 اللي هي it has the least temperature، اتفقنا بتوصل لنيجاتيف 93. الميزوسفير بيتميز بنيجاتيف 93 the coldest layer، وان most of the meteors can that fall on the earth burn by the effect of friction. يبقى احنا عندنا في جملتين تنطبق على منطقه اسمها منطقه الميزوسفير، ان ديت ابرد طبقه وان الميتيورز بيحصل لها بيرن ان ايت. marine organism produce carbon dioxide resulted from، اذا كان كائن حي بينتج كربون دايوكسيد يطلع منين؟ اوعى تقول لي فوتوسينثيز اسهل منك، ولا ترانسبيريشن. امال ينشا منين يا مستر؟ ينشأ من عملية اسمها عملية الكاتابوليزم، البيرنينج. لأن البيرنينج أو الكاتابوليزم، وإحنا عندنا عملية مهمة جدا بدل بنراجع، يبقى تخلي بالك إن في عمليتين مهمين جدا، عملية اسمها عملية الكاتابوليزم وعملية اسمها عملية الأنابوليزم. الكاتابوليزم معناه إن هو بيعمل كونفيرت، بيحول اللارج موليكيول، بيحول الموليكيولز الكبيرة لسمول موليكيولز، بيعمل بيرن للجلوكوز وجيف انرجي. ولما الاكل بيتحرق ويدي طاقه اكيد هيطلع كربون دايوكسيد. لكن الانابوليزم معناها ايه؟ انابوليزم، الانابوليزم بتعمل كونفيرت، بتحول السمول موليكيولز بتحول المونيمر الجزيئات الصغيره، تحولها تو لارج موليكيولز. اسمها ايه العمليه دي؟ اسمها الانابوليزم. يبقى انا عندي عمليتين، عمليه اسمها كاتابوليزم وعمليه اسمها انابوليزم. طيب الاثنين تحت حاجه واحده اسمها ميتابوليزم. يبقى الميتابوليزم بيتكون من عمليتين، كاتابوليزم وانابوليزم. الكاتابوليزم معناها بريكنج داون فود، بيحرق الاكل وبيدينا انرجي. اما الانابوليزم بتحول المونيمر السمول موليكيول تحولها لارج موليكيول، زي لما يكون جسمك فيه امينو اسيد فيتحول لبروتين، زي لما يكون جسمك في جزيئات بسيطة تبني جسمك، يبقى اسمها انابوليزم. لكن الكاتابوليزم معناها بريكنج داون فود، يحصل بريكنج للفود وجيف انرجي. ده كلام حلو قوي. يبقى لما نطلع كربون دايوكسيد يبقى حصل بيرنينج للفود، اكيد خلال عملية اسمها عملية كاتابوليزم. which of the following graph، انهي جراف من دول بيعبر عن الهيدروجين والاكسجين ماس؟ طبعا احنا عارفين من حيث الماس الاكسجين اكتر بكتير. انت عندك الووتر بيتكون من ايه يا باشا؟ انت عندك الووتر موليكيول بيتكون من 1 oxygen و 2 hydrogen and the angle between 2 hydrogen is 104.5 degree. حلو قوي، 0.5 degree. طيب طبعا ما تنساش ان البوند دي اسمها كوفالنت، وان هنا في بوند تانية اسمها هيدروجين بوند. طيب من حيث الفوليوم الهيدروجين اكتر، لان الفوليوم الهيدروجين 2 اتوم والاكسجين 1 اتوم. لكن من حيث الماس، لو قال ماس التقل، هي اي نعم واحده اكسجين لكن اكتر من الهيدروجين بتقريبا 88%. فانت عندك الاكسجين اكتر بكتير جدا من الهيدروجين. فبيقول لك مين الرسمه اللي بتعبر عن الريشيو between mass of oxygen and hydrogen؟ يبقى الماس of oxygen is more than hydrogen. The opposite figure، الرسمة اللي قدام حضرتك، represent بتعبر عن موليكيول. طبعا مين الموليكيول الجميل اللي احنا درسناه اللي بيتكون من 3 اكسجين؟ تقول لي يا مستر ده الاوزون. يبقى انت عندك ده الاوزون، كويس جدا. الاوزون ده ايه مشكلته؟ ايه مشكلة الاوزون؟ لو كتر على الارض يعمل ايه في عمليه الفوتوسينثيز؟ لما الاوزون يكون قريب من طبقات الارض بيخلي عمليه الفوتوسينثيز يحصل لها ديكريس، يبقى بيعمل ديكريس للفوتوسينثيز بروسيس، يبقى هيعمل لنا عمليه ديكريس. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite figure represent the direction of the water.
مين من دول عنده أكبر تركيز مية؟ لو تاخد بالك 1 ادت ووتر ل 2 و 3. طيب يبقى 1 فيها كمية مية كتير وتركيز أملاح قليل. 2 ادت 3 يبقى 2 فيها ووتر أكتر وأملاح إيه؟ أقل شوية من 3. لكن 3 أخدت ووتر من كله، يبقى كمية الأملاح فيها كتيرة والمية قليلة. اللي يدي مية يبقى معنى كده اللي يدي مية للخلايا اللي جنبه يبقى في كمية مية كتير وأملاح قليلة. هو هنا الكويتشن بيقول لك إيه؟ بيقول لك قول لي الترتيب من الليست to the highest water concentration، من الأقل أو من الأعلى للأقل في تركيز المية. أعلى واحد في تركيز المية عندنا، أعلى واحد في تركيز المية 1، وبعدين في عندنا 3، وبعدين 2. لا، الإجابة بتاعتنا هتبقى أعلى واحد في تركيز المية هيبقى عندنا 1، وبعدين يا جماعة أقل شوية، وأكتر واحد مفهوش مية وأقل واحد في المية 3. يعني 1 2 3، و3 ده أكبر واحد. نكتب الإجابة كده بشكل مظبوط شوية. 1 أكتر واحد فيه ووتر، 2 واقل واحد في الميه هيبقى نمبر 3. عشان الاجابه بتاعتنا مش مظبوطه، نطلع بايه من السؤال ده؟ نطلع بان الميه بتمشي من المنطقه اللي فيها ميه كتير اللي فيها ميه قليله. خلي بالك في فرق بين كلمه ووتر واوزموتيك بريشر. اوزموتيك بريشر معناها تركيز الاملاح. يعني 1 ده اكتر واحد فيه ووتر بس اقل كونسنتريشن او اقل اوزموتيك بريشر. 3 اخد ميه من كله يبقى اقل واحد في الميه لكن اكتر املاح، اكتر اوزموتيك بريشر. تمام. water when water vapor condense the temperature of the surrounding air. لما الميه حصل لها condense the temperature of the surrounding air هيحصل لها ايه؟ الميه حصل لها condense يعني اتحولت من حاله جاز لليكويد. يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل increase التمبريتشر والووتر فيبور يعمل ريليز للهيت انرجي. which of the following describe the pH of rainwater when the percentage increase. مين من دول يخلي البي اتش تقل؟ كلمة بي اتش تقل معناها اسيدك. مبدئيا كده كلمة بي اتش تقل معناها ان ده اسيدك. يقول لك decrease بي اتش. كلكم عارفين ان البي اتش ده سكيل من 0 ل 14، صح؟ من 0 لغاية 7 ده اسمه ايه؟ اسمه acidic. more than 7 اسمه basic. طيب هو بيقول لك من 0 ل 7، او قال لك ان البي اتش قل، يعني قل كده، قل بالمنظر ده. ما دام البي اتش قلت يبقى اسيدك. مين من دول اسيدك؟ الوحيد الاسيدك من دول وليه اسيدك افكت اللي هو سلفوريك اسيد. واكتب جنبيها بعد اذنك، اكتب كده equal HNO2 و HNO3. What is the correct order؟ السؤال اللي بعده طبعا بيقول لك مين بيخلي البي اتش تقل، خلاص فهمناها، يعني بيخليها تبقى acidic. What is the correct order of the stage that quantity of sea water go in order to return back؟ يعني بيقول لك الدنيا مطرت او ميه بحر عايزه تلف في الطبيعه وترجع مره تانية. طبعا دي دوره المياه اللي هي اسمها الهيدرولوجيك سايكل، الووتر سايكل ان ذا environment. طيب قول لي ازاي الميه ممكن تلف وترجع تاني؟ يبقى الميه الاول حاجه يحصل لها عمليه evaporation، وبعدين يحصل condensation، وبعدين rainfall، وبعدين run off. لازم الميه الاول يحصل لها evaporation، condensation، وبعدين rainfall، وبعدين run off. طيب ده عشان يخلي الميه تلف وايه وترجع مره تاني. ما ننساش الووتر سايكل اسمها هيدرولوجيك. السؤال اللي بعده بيقول لك the earth retain atmosphere while Mercury planet doesn't have an atmosphere. This is because بسبب، بيقول لك ليه الغلاف الجوي بتاع الارض او الارض محتفظه بالغلاف الجوي ولكن ميركوري ما قدرش. طبعا ده بيرجع لان الارض عندها جرافيتي اكتر. انا عايز افكرك بحاجه، في حاجه اسمها effective velocity اللي هي الفي ار ام اس، وديت يا جماعه الفي ار ام اس ديت السرعه والفيلوسيتي اللي بيتحرك بيها الجاز. امتى يحصل اسكيب للاتموسفير؟
لو ال VRMS اللي هي ال effective velocity تبقى more أو equal لل VE. VE اللي هي escape اللي هي بكام يا مستر؟ اللي هي ب 11.2 كيلومتر بير سكند. يعني إيه؟ يعني لو الغازات بتاعت الأرض اتحركت نتيجة حرارة عالية بسرعة كبيرة وكانت سرعة ال VRMS ال effective velocity أكبر من أو تساوي ال V escape، يبقى كده الأتموسفير مش هيبقى موجود حوالين الكرة الأرضية. والحمد لله ما قدرش أبدا الغلاف الجوي بتاعنا يوصل أبدا للسرعة دي. طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه؟ ان كل جزيء او كل غاز ليه سرعه معينه اسمها effective velocity اسمها VRMS depend on mass and temperature. في سرعه اسمها ال V escape. لو اي غاز قدر يمشي بسرعه يتحرك بسرعه اكبر من او مساويه لل V escape يقدر يعمل escape from Earth's gravity. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك The following are statement for a student about the effect of solar radiation on aquatic environment. كل دي جمل على البيئة المائية. أنهي جملتين صح؟ 2 و3. إن ال living organism in polar region negatively affected in what؟ في المناطق القطبية السمك اللي عايش يتأثر تأثير سلبي لأن الضوء بيقل بكمية كبيرة جدا فالبروتكشن بتاعهم بيقل. تاني جملة عندنا إن الكورال ريف لازم تعيش في مية shallow and warm water. يبقى الجملتين الصح رقم 2 و3. Which of the following living organism belong to mollusks؟ يعني عنده شل، عنده صدفة. طبعا الشريمب ولا الري ولا الكورال ولا الكلام. طبعا الكلام حاجة عاملة زي الصدف، عندها صدفة خارجية فهي belong to mollusks. An amount of water of mass 1 kilogram at temperature 10 Celsius degree. بيقول لك كمية مية 1 كيلوغرام عند درجة حرارة 10 حصل لها ايه؟ lost amount of heat، فقدت حرارة بمعدل 33,500 joules through an interval time في خلال تايم اسمه TA. If you know that the specific heat of water is 4,200 joule per kilogram Kelvin والدنستي اوف ووتر تبقى بكام؟ يبقى هو عايز الدنستي. هيحصل ايه للدنستي؟ طب هي مبدئيا كده هتلاحظ اني حصل عمليه انكريس وبعدين عمل عمليه ديكريس. نفتكر ليه بقى الحته دي؟ ليه انكريس بعدين ديكريس؟ لان احنا لو عملنا كده فاكرين ادي الدنستي وادي التمبريتشر. لو حد فاكر كده فاكرين المنظر ده عند 4 ديجري ايه اللي بيحصل؟ عند 4 ديجري الدنستي بيبقى ماكسيمم دنستي. هو اللي هيحصل ايه؟ الحراره هتبتدي تعلى فاللي هيحصل ايه؟ ان الدنستي هتزيد وبعدين يحصل لها عمليه ديكريس. يبقى حصل انكريس then decrease. What happened to the volume of quantity of pure water when the temperature raised من 33 فahrenheit ل 39 فahrenheit؟ ايه اللي هيحصل للحجم؟ اللي هيحصل للحجم هيحصل له عمليه ديكريس لان الدنستي هتزيد. الدنستي بتاعته هتزيد لانه عالي من 33 ل 39 فahrenheit. لو جينا حولناها لسيلزيوس هنبص نلاقي ان الفوليوم بتاعه هيقل لان الدنستي هتبتدي تزيد. The opposite figure الرسمه اللي قدامك دي عباره عن بيضه محطوطه في كوبايه ميه. طب لو زودنا ملح، لو حطينا ملح زياده الدنستي هتزيد فالدنستي بتاعت السائل تزيد فتخلي البيضه تبقى اخف ويحصل لها فلوت. خلاصه الكلام كل ما نزود ملح ويزيد الكونسنتريشن ايه اللي يحصل؟ تقول لي كل ما ازود كونسنتريشن وازود املاح الدنستي بتاعت السائل بتزيد فبالتالي يبقى سهل جدا اي حاجه يحصل لها عمليه فلوت. حلو قوي. يبقى هيحصل ايه يا مستر؟ هيحصل لها رايز اب للايج، هيحصل لها رايز اب بيكوز دينستي انكريس. زودنا ملح الدينستي زاد البيضه بقت خفيفه طلعت لفوق. Which of the following مين من دول represent the correct arrangement for the boiling point؟ مين اكتر واحد هيختار boiling point؟ طب دي نحلها ازاي؟ الاجابه دي هقول لك ليه. لان ديت 2 اتومز Na وCl 2 دول 3 اتومز دول 2 و3 يبقوا 5 5 و12 17. يبقى انت لو جيت بصيت كده كل ما عدد الاتومز يزيد كل ما البويلنج بوينت تزيد. ده 2 اتومز ده 3 اتومز
ده كام يا مستر؟ ده 17. فكل ما عدد الاتومز يزيد كل ما البويلنج بوينت يحصل لها ان هي تزيد. نمبر 19 يبقى ده اقل واحد في البويلنج، ده 2 اتوم، لكن ده 3 اتومز، لكن ده 17 اتوم. جبتهم منين؟ ادي 2 وبعدين 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز 4 ب 12، يبقى 17. السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following result proper for increasing the temperature of aquatic environment of organisms live in it. افرض درجة الحرارة زادت، يعني المية درجة حرارتها زادت، كل ما الحرارة تزيد نسبة الأكسجين والكربون دايوكسيد اللي في المية بيقل. كل ما درجة الحرارة تزيد نسبة الأكسجين والكربون دايوكسيد تقل. فإيه اللي هيحصل؟ تقول لي يا مستر لو الحرارة زادت هنلاحظ الآتي، إن هيحصل difficulty in respiration. why؟ كل ما الحرارة تعلى نسبة الأكسجين والكربون دايوكسيد تقل، بس مين بيقل بمعدل أسرع؟ الكربون دايوكسيد. افتكروا الحتة دي. Which of the following keep liquidity of the cell membrane؟ ايه اللي بيخلي السيل ممبرين ليكويد؟ ايه السيل ممبرين ده؟ افكرك، فاكر اي خلية عندنا زي الانيمال سيل بتبقى فيه من بره حاجة اسمها سيل ممبرين، مفيش سيل وول في الانيمال سيل. سيل ممبرين، السيل ممبرين بيفضل زي ما هو ليكويد ويتحول يتحكم ويتحمل البريشر العالي نتيجة انه بيحتوي على unsaturated fatty acid. يبقى how the cell membrane adapt with high pressure؟ تقول له due to presence of unsaturated fatty acid. افتكروا كل ما ينزل تحت العمق السيل ممبرين بيتملي نوع من الفاتس اسمها unsaturated fatty acids. Answer the following. Viper fish is considered an example of the structure and the physiological adaptation. Explain it. ازاي الفايبر فيش تعتبر structure و physiology؟ نقول الإجابة. أول حاجة عندنا هنلاحظها إن الفايبر فيش عندها structure adaptation. طبعا انتوا عارفين الادابتيشن 3 types: structure وbehavior وfunction. ازاي الفايبر فيش تعيش في عمق كبير عندها structure adaptation؟ اقول لحضرتك بيبقى جسمها flexible، تتميز بان جسمها flexible، وكمان بيبقى جسمها cartilage. غير كده كمان هي عندها نوع تاني من الادابتيشن اسمه الفسيولوجيكال، والفسيولوجيكال بيحصل نتيجة ان هي بيبقى فيها high amount، فيها amount عالية جدا of hemoglobin عشان تقدر تعمل extract للأكسجين to get oxygen، عشان تحصل على الأكسجين لأن هي في عمق كبير. يبقى فيها نسبة كبيرة جدا من الهيموجلوبين. ما تنساش الهيموجلوبين هو اللي responsible to transfer oxygen. Mention an example for negative impact on the human due to losing large amount of water. دلوقتي لو حصل lose amount of water، لو حصل lose water، ايه التأثير السلبي اللي جسمك هيعمله؟ جسمك هيعمل يتصرف ازاي؟ جسمك ما فيهوش ميه، في جفاف، دي هيدريشن. هيبتدي جسمك يعمل ايه؟ هيبتدي جسمك يعمل ري ابزورب للووتر. جسمك هيعيد امتصاص الميه from urine او from kidney. يبقى الكدني هتعمل ري ابزورب للووتر من البول بتاعنا من اليورين. غير كده كمان هيبتدي يحصل انكريس للأوزموتيك بريشر انسايد ذا بادي. هيزيد حاجة اسمها الأوزموتيك بريشر. نقولها تاني بعد إذنك. إزاي جسمك بيقدر يتكيف مع انخفاض نسبة المية في الجسم؟ أنا واقف في مكان مفيش مية، هتعمل إيه؟ جسمك بيعمل ري أبزورب للووتر اللي موجود في الكدني في اليورين، البول اللي خارج يعاد امتصاصه مرة أخرى ومرة تانية يرجع للجسم. غير كده كمان يا جماعة بيحصل حاجة تانية، إن جسمك هيبتدي الأملاح فيه تتركز لأن المية عمالة تقل، فجسمك هيبتدي يبقى فيه أوزموتيك بريشر عالي جدا. السؤال اللي بعده هو كده تقريبا فيرست موديل، هيبقى خلص. موديل 2 بيقول لك
which of the following isn't from excretory substance in animal؟ ليست من مواد إخراجية. طبعا سهلة جدا، أكيد الأكسجين مش مادة إخراجية. الكربون دايوكسيد والووتر فيبور عايزك تخلي بالك منهم، إن الاتنين دول بينتجوا من عملية الكاتابوليزم. لما الأكل بيتحرق في جسمك بيطلع كربون دايوكسيد وووتر، فده from catabolism. اليوريا from digest protein. لكن مين مش مادة إخراجية؟ الأكسجين. which of the following isn't from cold blood living organism؟ cold blood يعني معناها درجة حرارته متغيرة، يعني بيحصل لها change. اللي cold blood fish amphibian reptile birds. هو عايز حاجة مش cold blood. مبدئيا كده الفيش والامفيبيان والريبتايلز cold blood، لكن البيرد والماملز not a cold blood, it's warm blood, it have a fixed temperature. يبقى مين المختلف عندنا؟ اللي مش من الكولد بلاد دول يا مستر البيرد. deep ocean fish develop certain adaptation in their cell membrane. السمك اللي عايش في عمق كبير بيقدر يعمل تكيف مع الضغط العالي. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بنلاحظ ان في انكريس في البريشر، وبالتالي بنلاحظ ان الانساتيوريتد فاتس تبقى برضو عاليه. يبقى بيحصل انكريس للبريشر وبيحصل انكريس للانساتيوريتد فاتي اسيدز. السؤال اللي بعده which of the following salt ions remain in the solution without forming bond؟ في حاجه من دول بتدوب في الميه لكن ما تكونش ربط. حلو قوي. زي مين؟ زي الصوديوم كلورايد. اثبت لك. دلوقتي احنا عندنا، انت فاهم السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول لك ان في حاجه بتدوب في الميه لكن ما تكونش ربط، زي الصوديوم كلورايد. انت عارف ان الووتر بيتكون من O و2 هيدروجين. كويس قوي. لو جينا بصينا كده على الصوديوم كلورايد، ازاي بقى بيدوب في الميه لكن ما بيتحدش؟ ال Na بوزيتيف بيحصل لها اتراكت للاكسجين. الCl اللي موجود في ال NaCl ده نيجاتيف اتراكتد تو ذا بوزيتيف، فبيحصل اتراكشن لكن ما بيكونش بوند. وده معنى كده ان انت لو غليت الميه هتلاقي الملح يحصل له ديبوزيشن، يترسب، والميه يحصل لها ايفابوريت. لو كانوا مكونين بوند ما كناش نقدر نعملهم عمليه سيبريت بالتسخين. يبقى مين عندنا بيدوب في الميه لكن ما يكونش رابطه؟ صوديوم كلورايد. Question 5. Which of the following components play an essential role in the blood clotting؟ كلمة clotting معناها تجلط. مين بيساعد في التجلط؟ طيب قبل ما انا اقول لك مين بيساعد في التجلط، عايزك تفتكر ان البلاد consists of 4 main components. ايه هم يا مستر؟ بيتكون من ريد بلاد سيلز، والريد بلاد سيلز اللي هي بتساعد او بتحتوي على بروتين اسمه الهيموجلوبين، والهيموجلوبين بيعمل ترانسفير للكربون دايوكسيد وللاكسجين. حلو. تاني حاجة عندنا وايت بلاد سيلز، والوايت بلاد سيلز كل وظيفتها ان هي بتعمل عملية immunity. تالت حاجة عندنا يبقى ريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. في حاجة اسمها بلازما، والبلازما ديت هي اللي بتخلي الدم يبقى ليكويد. خامس حاجة عندنا في حاجة اسمها البلاد بليتلتس، الصفائح الدموية، ودي اللي بتساعد في عملية الكوجيوليشن. كلمة كوجيوليشن بتساوي كلمة كلوتينج يعني تجلط. يبقى احنا عندنا الدم بيتكون من 4 مكونات أساسية: red blood cells, white blood cells, plasma, platelets. Red blood cells responsible to transfer oxygen and carbon dioxide due to presence of protein called hemoglobin. White blood cells, it is the cells which help in immune system. Plasma and platelets which help in blood clotting and coagulation and prevent bleeding. يبقى انت عندك مين بيمنع النزيف وبيساعد في الكوجيوليشن والكلوتينج؟ البليتلتس. Which of the following living organism عنده contractile vacuole؟ ما عندوش contractile vacuole. الأميبا، الباراميسيوم، الإيوجلينا، لكن الشارك فيش ما عندهاش الفاكيول. فين بقى شكل الفاكيول دي؟ فاكر لما رسمنا الأميبا؟ أدي الأميبا أهي فيها فاكيول. أدي الإيوجلينا، وخلي بالنا من الرسومات دي يا جماعة. والإيوجلينا كان فيها فاكيول كبيرة. ادي الباراميسيوم اللي كان بالمنظر ده وكان بيتحرك بحاجه اسمها سيليا 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 سيليا.
كان فيها فاكيوم. لكن انت عندك الشارك فيش وما فيهوش اي فاكيول خالص ولا حتى اير بلادر. ما تنساش لان الشارك عنده، لو انت فاكر، الشارك ده كارتلج، واي كارتلج ما عندوش اير بلادر. الجزئيه اللي بعديها solubility of carbon dioxide بيدوب في المحلول X أكتر من Y. يبقى X بيدوب فيه كربون دايوكسيد أكتر، يبقى فريش ووتر. Y بيدوب فيه كربون دايوكسيد أقل، يبقى salty water. دايما الكربون دايوكسيد بيدوب في المية العذبة هو والأكسجين أكتر من السالتي ووتر. يبقى معنى كده إن دوت X هي فريش ووتر والتانية salt water. Which of the following gas contribute the formation of smoke؟ مين من دول بيعمل smoke؟ ضباب، بيساعد في تكوين الضباب. اكيد مين؟ سلفر ديوكسيد. يعني بالمنطق كده مش معقول اكسجين ولا نيتروجين اللي بيمثل 78% اوف ذا اير، ولا الارجون اللي هو انرت جاز او غاز خامل ونادر. The farthest atmospheric layer from the earth's surface، ابعد طبقه طبعا اخر طبقه اللي هي اسمها الاكزوسفير. اول واحده تروبو، ستراتو، ميزو، ثيرمو. the last one and the farthest one is exosphere. اخر طبقه من طبقات الجو بتساعد، ما تنساش ممكن نكتب حاجه حلوه كده، بتساعد في ايه؟ تقول له مستر دي انت عندك اكزوسفير دي اللي فيها الساتلايت، دي اللي فيها الساتلايت يا مستر، الاقمار الصناعيه، وبتعمل بروتكت للايرث من اي اجسام جايه من بره. التروبوسفير دي فيرست لاير، الميزوسفير كولدست لاير، ثيرموسفير از ذا هوتست لاير. السؤال اللي بعده which of the following enhance ecological balance؟ يعني ايه enhance؟ يعني بيظبط، يعني مفيد جدا، حاجه مفيده. اكيد اللي بيظبط وبيظبط الاتموسفير، اللي بيظبط الانفايرمنت، ان يزيد نسبه الفوتوسينثيز، لان الفوتوسينثيز لما هتزيد هتزود النيوترنت والفود وتعمل ريفرش كده لكل الفود تشين. يبقى كل ما يبقى يزيد نسبه الفوتوسينثيز تزيد البالانس ويعمل انهانس للاكواتيك انفايرمنت. طيب بس ما تنساش ان الالجي لو زاد زياده عن اللازم كان بيعمل حاجه اسمها الجال بلومينج. السؤال اللي بعده how far the statement. مبدئيا كده كلمة how far يعني الجملة دي صح ولا غلط؟ how far this statement is correct. The plant cell contain cellulose. صح. أي plant cell wall فيه cellulose، يبقى الجملة دي صح. بقية الجمل all the plant cell can perform photosynthesis. جميع الخلايا النباتية تستطيع أن تقوم بعملية الفوتوسينثيز. طبعا ده كلام غلط، لأن الفوتوسينثيز وإن البلانت able to make photosynthesis refer to presence of chloroplasts. لازم يبقى لونه أخضر. فما تجيش تقول لي نبات ما فيهوش كلوروبلاست هيعمل فوتوسينثيز، يبقى الجملة الأولى صح، الجملة الثانية غلط. السؤال اللي بعده in the house heater placed on the floor room because when the surrounding air heat up it اللي هيحصل. ليه دايما نحط الدفاية على الارض؟ لان الهوت اير موف اب عنده لو density حلو قوي اكتر من الكولد اير. ده يفكرنا بحاجه مهمه جدا، بس قبل ما نسيب الجزئيه دي ما تنساش ليه دايما الدفاية على الارض والتكييف فوق. الدفاية على الارض لان الهواء السخن بيطلع لفوق عنده لو دينستي، الكولد اير موف داون عشان عنده هاي دينستي. طيب الحته اللي جت فين في المنهج؟ لو حد فاكر احنا كنا عندنا حاجه اسمها ميثودز اوف ترانسفير هيت. الحراره بتتنقل ميثودز اوف ترانسفير، طرق ترانسفير الهيت. في عندنا 3 طرق بتنقل الهيت. ايه هم الثري ميثودز؟ حد فاكر؟ في حاجه اسمها كوندكشن ودي بتحصل للسوليد وتاتشنج. في حاجه تانية اسمها كونفكشن، والكونفكشن ده بيحصل للليكويد والجاز وبيحصل موفمنت للموليكيول اب. في طريقه ثالثه اسمها راديشن ودي بتحصل في الراديشن ودي بتحصل في الجاز والسبيس، الماتيريال والنون ماتيريال، ودي ان اول دايركشن. طيب فعشان كده احنا عارفين ان الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء البارد بينزل لتحت referring to the density. السؤال اللي بعده if the temperature at the base of the top of mountain، الحرارة تحت 28 درجة وفوق 8
30 درجة وفوق 28 درجة. يبقى الجبل ده ارتفاعه قد ايه؟ سهلة جدا. ادي ماونتن، الجبل ده الحرارة تحت ب30 فوق ب28. عايز اعرف ارتفاعه قد ايه. اول حاجة نعمل 30 minus 28 هيطلع ب 2 ديجري، يبقى الحرارة قلت درجتين. طيب انت عارف ان الحرارة بتقل كل 1 كيلو متر بتقل 6.5. طيب انا عايز اعرف دي قد ايه من 6.5. يبقى نعمل 6.5 divided 2. حلو، هي قلت درجتين. كويس، يبقى كده قلت قد ايه؟ يبقى كده تقريبا هنعمل 6.5 ونعملها minus 2. يبقى الحرارة كده بص قلت قد ايه؟ الرقم اللي هيطلع لك بالكيلومتر، هتعمل له divided 1000 هيطلع لك بالانسر ب 185. السؤال تاني، التمبريتشر تحت ب 30 فوق ب 28.8. طب يبقى هي قلت قد ايه؟ نقولها تاني، هتعمل 30 minus 28.8 هيطلع ب 1.2، يعني قلت 1.2. طيب انا عايز اعرف بقى هي الارتفاع قد ايه. طب ما انت عارف ان كل 1 كيلومتر ب 6.5 ديجري، كل ما اطلع كيلو تقل 6 درجات ونص. طيب هو ناقص 1.2، فانا اعمل 6.5 ديفايدد 1.2 اللي يطلع لي بالكيلومتر، احوله للمتر، يبقى اعملها مره تانية تتحول ل 185. احول من كيلومتر وعايز احولها تطلع لي بالمتر. السؤال اللي بعده، the amount of heat required to raise a certain amount of liquid from certain temperature. ايه اللي هيحصل لها؟ دلوقتي انا عايز كمية حرارة، لو انا هخلي سائل معين يغلي في درجة حرارة معينة to its boiling at the sea level relative to the top. انا هغلي مية تحت وهغلي نفس كمية المية فوق جبل، يبقى هغلي المية تحت على الارض في مستوى سطح البحر، وهغلي نفس كمية المية فوق. متفقين ان احنا كل ما بنطلع لفوق الضغط ايه؟ بيقل، وكمان بويلنج بوينت هتقل. يبقى اكيد لما انا هطلع لفوق هنبص نلاقي ان درجة الغليان عند السي ليفل اعلى بكتير من درجة الغليان فوق الجبل. تحت درجة غليان عالية، فوق درجة غليان منخفضة، وكل ما نطلع لفوق الضغط يقل. ايوه، وبالتالي درجة الغليان هتقل والضغط، نتيجة ان الضغط قل. فلو قارنا درجة الغليان عند السي ليفل بالنسبة للتوب، تقول لا ده عند السي ليفل عالية جدا، هتبقى جريتر ذان 1، ان احنا نعمل 2 ريشيو. اللي مش فاهمها تاني حبيبي، انا عايز اعرف درجة الغليان في مستوى سطح البحر بالنسبة لفوق. طب مستوى سطح البحر هتبقى هاي عالية، وتحت هتبقى لو. لو عملت هاي على لو، رقم كبير رقم صغير، هتقول لي يا مستر يبقى مور او جريتر ذان 1. السؤال اللي بعده، A thin slide is suspended in a constant depth. يعني ايه؟ جابوا شريحة رفيعة جدا وحطوها في عمق معين في حوض. طيب ادي حوض وحاطين جواه شريحة معينة رفيعة بالمنظر ده، وبعدين بيقول لحضرتك الفورس اللي بتحصل is greater. امتى الفورس دي تزيد؟ ادي حوض مية حاطين فيه شريحة صغيرة. امتى تبقى القوة كبيرة؟ كل ما مساحة حجم الشريحة دي تزيد، فكمية المية اللي ضغطة تبقى أكتر. يبقى هنقول له إيه بقى الإجابة؟ هنقول له surface area of the slide is large. اللي مش فاهمها تاني، أنت عندك حوض والحوض ده مليان مية وجبت شريحة أهي. إمتى الضغط اللي بيأثر على الشريحة دي يبقى عالي؟ تقول لي يبقى الضغط عالي، الضغط بتاعها هيبقى عالي كل ما مساحة السطح بتاعتها تزيد. كويس أوي. Which of the following is considered؟ مين من دول is considered as a physiological adaptation for deep ocean؟ قول لي حاجة physiological. عارف يعني ايه physiological؟ يعني change in the function of the organ. يعني الأورجن ربنا خلقه عادي جدا ولكن غير في وظيفته، فدي اسمها physiological.
حلو، زي ايه بقى الفسيولوجيكال من دول؟ زي الموديفيكيشن اوف ذا بلاد بريشر، ان ممكن يتحكم في ضغط الدم. compressed body دي اسمها structure، strong arteries وveins دي اسمها structure، large size gills دي اسمها structure. لكن الموديفيكيشن اوف ذا blood pressure is called physiological، يعني غير في وظائف جسمه. the breakdown of glucose، السكر هيتحرق يبقى عملنا burning، يبقى هيدي energy، يبقى اسمها كاتابوليزم. فبيقول لك العمليه اسمها عمليه ايه؟ تقول اسمها كاتابوليزم يا مستر. الاكل بيتحرق. انت قلت لي بريكنج داون جلوكوز، يعني هيحول الجلوكوز ويدي طاقه، جيف انرجي، يبقى اسمها كاتابوليزم، يعمل بريكنج داون للموليكيولز. عكس الكاتابوليزم، ايوه افتكر، انابوليزم. which of the following plant tissue lignin enter in their wall structure؟ طيب بالمناسبه كده، البلانت تيشوز كان في 3 انواع من التيشوز. كان في تيشو اسمه بارنكايما ودوت سكند باي سيلولوز، متبطن بماده اسمها ماده السلوز في السلول، وكان بيعمل عمليه فوتوسينثيز عشان في بلاستيد، وكان بيعمل عمليه ايريشن تهويه عشان في سبيس وفاكيول، وبيعمل ستور عشان في فاكيول. طيب تاني نسيج عندنا، تاني تيشو في البلانت اسمه كولانكايما. الكولانكايما ده كان السيلول بتاعه متبطن بمادة السليلوز ومادة اسمها البيكتين، وكان بيعمل سبورت للبلانت. third one is dead، افتكر عشان دي متوقعة، dead non-living tissue اسمه سكالارانكايما. محدش يقول لي بارانشايما وكولانشايما، لا، اسمها سكالارانكايما، كولانكايما، بارانكايما. السكالارانكايما يا جماعه ديت بتبقى متبطنه بماده السليلوز، وده نوع من انواع الشوجر، وحاجه اسمها الليجنين، ودي بتعمل سبورت وريجيديتي وبتدي صلابه عاليه جدا للبلانت. So which plant is thickened by lignin؟ مين في الليجنين؟ يبقى حاجه اسمها السكالارانكايما which is a dead tissue and supports the plant and give rigidity for the plant. Don't forget we have 3 types of the plant tissues which are parenchyma, collenchyma and scalerenchyma. An amount of water is poured، السؤال اللي بعده بيقول لك كمية مية اتصبت في وعاء. Then another amount of water of mass is added at the same temperature. يبقى ال specific heat، لا عيب، ال specific heat doesn't change، اوعى. ال specific heat دي صفة ما بتتغيرش بتغير الماس، اسمها specific يعني محددة، يعني ليها قيمة معينة. The specific heat amount of heat need to rise temperature of 1 kilogram 1 Celsius degree. دي specific doesn't change. بيقول لك كبينا ميه على ميه، هي ميه وميه، السبيسيفيك ما اتغيرش. السؤال اللي بعده، جايب الجهاز اللي اسمه الهيدروميتر اللي بيقيس الدينستي. مين اكتر واحد في دول الدينستي؟ اللي كان مش حاضر معانا الجزئيه دي، الجهاز اللي جوه ده اسمه هيدروميتر، وده بيقيس الدينستي. الجهاز ده مترقم، الرقم الكبير بيبقى فوق والرقم الصغير بيبقى تحت، فكل ما يغوص لتحت يشاور على الرقم من فوق. بيقول لك قول لي كده مين الترتيب بتاعهم. 1 اكبر واحد في الدينستي، ليه؟ فوق هنا في رقم اكبر واحد في الدينستي، فمن كتر ما الدينستي بتاعت السائل ده كبيره فده طلع لفين؟ لفوق، فشاور على الرقم هنا. طب ده 3 نزل تحت غاص، فجاب الرقم الصغير منين؟ من فوق، فده الرقم الصغير فوق، يبقى هنا الرقم الصغير، فهو شاور رقم صغير، يبقى 3 دي اقل واحده في الدينستي، لكن اكتر واحده في الدينستي 1. خلاصه الكلام، الجهاز ده اسمه هيدروميتر، والجهاز ده بيقيس الدينستي. مترقم ازاي؟ فوق في رقم بيبقى رقم صغير تحت الرقم الكبير، فهو كل ما يطفو يبقى هيشاور على الرقم اللي تحت اللي هو رقم ايه؟ كبير، يبقى ده كده شاور رقم كبير، يبقى الدينستي بتاعته عاليه. طب الاستاذ ده شاور الرقم اللي فوق اللي هو صغير، يبقى الدينستي بتاعته قليله.
يبقى خلاصة الكلام الجهاز اللي اسمه هيدروميتر كل ما يطفو لفوق يبقى الدنستي بتاعت السائل كبيرة، كل ما يبص لتحت يبقى الدنستي بتاعت السائل قليلة. يبقى معنى كده 1 2 3. Answer the following. Egypt resort to construct many power generation station by using solar. Show the importance of this according to your study. ايه اهمية ان احنا نستخدم solar panels او طاقة شمسية؟ اول حاجة to avoid air pollution. 2 preserve energy نحافظ على الطاقة. 3 use renewable resources of energy. وأي حاجة سيادتك هتكتبها شغالة زي الفل. هو بيقول لك ازاي نستخدم الطاقة الشمسية وايه الفايدة بتاعتها. The following table shows the colors of the prepared indicators flowers of the plant. طيب red وبيربل وبلو وجرينش بلو ويلوش بلو. بيقول لك what is the formed color from adding drops of this indicator to ammonium bicarbonate solution. ايه اللي يحصل؟ what is the formed color؟ ايه اللون اللي هيتكون لو حطينا of this indicator to ammonium bicarbonate solution؟ هيحصل change to the color according to the concentration of the plastids in it. السؤال تاني. The following table shows the color of one prepared indicator for the flower in the plant. flower of a plant. طيب البي اتش هنا 1 2 3، البي اتش هنا 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حطينا امونيوم بيكربونات. الامونيوم بيكربونات يا جماعه، الامونيوم بيكربونات ده بيبقى بيز. فلو بيز هيشتغل مع مين؟ هتقول له مستر هيشتغل من اكتر more than 7. يبقى تقول له it will be affected by the pH more than 7. يبقى ال pH more than 7 هو اللي هيشتغل مع الامونيوم بيكربونات. يبقى الانسر تقول له it is basic and affected by pH more than 7. كده السؤال الأخير في موديل 2. Gulf Stream is considered example of the effect of the solar radiation of the water current in the Atlantic. Explain it. أولا في حاجة اسمها جولف ستريم، تيار الخليج. تيار الخليج ده كاري بيعمل إيه؟ كاري warm water بيشيل المية الدافية from South America بينقل من جنوب أمريكا من South America to Europe. وده بيساعد في إيه؟ لما تروح لأوروبا ده بيعمل إيه؟ بيعمل وورمنج للووتر وبيساعد في البايودايفرستي causes biodiversity. يبقى الجولف طبعا خلي بالك سولار راديشن، بس سولار راديشن مش معناها اشعه الشمس، هو سولار راديشن معناها حراره الشمس. في عندنا ستريم، في تيار اسمه جولف ستريم، وده بينقل الميه الدافيه بينقلها من مكان يوديها لمكان تاني، بينقلها من ساوث امريكا to western of Europe. ده carry warming water and causes biodiversity وبيعمل warming للوتر. السؤال اللي بعده موديل اكزام 3 يا جماعه. Choose the correct answer. When temperature of body change من ال 50 فahrenheit ل 280 كلفن the internal energy of the body هيحصل لها ايه؟ الانترنال انرجي بتاعت الجسم ده ديكريس. ليه؟ اولا هو مديك درجه الحراره بالفahrenheit، اولا دي مساله تخلي بالك منها. مديك الحراره بالفahrenheit اوكي وبالكلفن، فانت مضطر تحول الفahrenheit لسيلسيوس وبعدين تحول السيلسيوس لكلفن. هقولها تاني، انت دلوقتي سيب دي زي ما هي بالفahrenheit، حول دي اللي هي كلفن تحولها الاول لسيلسيوس
وبعدين السلسيوس تحوله لفahrenheit. بص تلاقي الحرارة عندك ابتدت تقل، وده هينزل لنا في ورقة القوانين اللي عندنا. حد فاكر؟ احنا عندنا في 3 سكيلز، في 3 وحدات للقياس. ال3 سكيلز بتاعت الميجرنج يونت اوف تمبريتشر حاجة اسمها الفahrenheit، حاجة اسمها الكلفن، حاجة اسمها السلسيوس. طيب اولا انا ممكن احول السلسيوس لفahrenheit او الفahrenheit لسلسيوس. فاكر لما كنا بنقول 9 over 5 بلس 32 الدرجة بالسلسيوس أو العكس؟ في عندنا كمان ممكن أحول من سلسيوس لكلفن أو من كلفن لسلسيوس. طب هو هنا مطلوب مني فahrenheit وكلفن، فأنا مضطر كالآتي، مضطر إن أنا الأول أحول الكلفن لسلسيوس وآخد السلسيوس أحوله لفahrenheit. يبقى كام ستيب؟ 2 ستيبس. هتلاحظ إن في الآخر لما نساوي الاتنين كله بالفahrenheit نلاحظ إن هي حصل لها decrease. The following الجدول اللي قدامنا او الرسمه اللي قدامنا بيقول لك the following in the following specification of the 4 water sample. عندك 4 عينات للميه، كل عينه منهم 1 كيلو جرام، 2 ميه مالحه و2 ميه عذبه. بيقول لحضرتك مين من دول عنده highest density؟ اللي عنده اكبر density الميه اللي تبقى ميه مالحه بس بدرجه حراره 4. يبقى اكبر دينستي هتتميز بيها السالت ووتر ات 4 سيلسيوس ديجري. احنا اتفقنا ان كل ما الاملاح تزيد الدينستي تزيد، كل ما الكونسنتريشن يزيد الدينستي تزيد، واكبر دينستي للميه معروفه عند درجه حراره 4. افتكر الرسمه اللي كنا بندرسها لما كنا بنعمل كده وقلناها في موديل 1. لو انت عندك الدينستي وعندك التمبريتشر، فاكرين الرسمه دي؟ كنا بنوصل للماكسيمم، لا دي 10 ديجري، كنا بنوصل للماكسيمم اوف density at 4 سيلسيوس ديجري for the water. يعني الووتر at 4 سيلسيوس ديجري اكبر density، ولو ميه مالحه يبقى الدنستي كمان اعلى. فانت عندك 4 عينات من ميه، 2 ميه عذبه 2 ميه مالحه. مين عنده density اكتر؟ تقول لي salty water at temperature 4 ديجري. الرسمه اللي قدام حضرتك بتبين المناطق المختلفه، ادي منظر الرسمه دي. المناطق المختلفة للبحر. الووتر consist of 3 main layer، حاجة اسمها ايوفوتيك نكتبها مع بعض. الووتر consist of 3 main layers. أول layer اسمها ايوفوتيك، تاني layer اسمها التوايلايت، third one ما فيهاش ضوء خالص اسمها ايفوتيك، اي بنفي ايفوتيك. So which layer، أنهي منطقة من دي تتميز بإن مليانة طحالب؟ أكتر منطقة مضيئة تقول لي مستر أول منطقة اللي هي إكس. Which of the following represent illustrated in the cell؟ دي different shapes of cells. يعني مثلا عندك plant cell، red blood cells، animal cells، فدي cells مختلفة. ايه الكومن بين كل السيلز دي؟ اقول لك حاجتين كومن، لازم يكون في سيتوبلازم وبلازما ممبرين. سيتوبلازم بلازما ممبرين، يبقى مين الكومن في ده كله؟ تقول لي مستر سيل ممبرين، بلازما ممبرين، وايكوال اكتب جنبيها ايكوال النيوكليس والسيتوبلازم. اساسي سيتوبلازم وسيل ممبرين. يبقى في حاجات لازم تبقى موجوده في اي خليه اساسيه. مين؟ سيل ممبرين اللي هي بلازما ممبرين، وحاجه اسمها السيتوبلازم. وين صوديوم بيكربونات، حطينا صوديوم بيكربونات حطيناها لامونيوم كلورايد، ايه اللي هيحصل؟ اقول لحضرتك اللي هيحصل ان البي اتش هيبتدي يحصل لها انكريس، لانها تبقى في الاخر تبقى بيزك. لك حضرتك حطيت صوديوم بيكربونات، فالصوديوم بيكربونات بيزك هيحصل انكريس للبي اتش فيبقى يحوله لبيزك فيزود قيمة البي اتش. Which of the following graph represent relation between the vapor pressure of solution and the amount of solute وكمية التركيز؟ كل ما التركيز يزيد كمية البخار اللي طالعة تقل، كل ما التركيز يزيد كمية البخار اللي طالعة تقل. هقول لك على كذا حاجة تخلي بالك منها. الكونسنتريشن بيأثر في ايه؟ الكونسنتريشن لو حصل له انكريس، لو حصل زيادة للتركيز، أول حاجة الدينستي بتزيد، الدينستي انكريس. يبقى لو زاد الكونسنتريشن لازم الدينستي تزيد، وايه كمان؟
البريشر، الفيبور بريشر بيحصل له ديكريس، كميه البخار اللي طالعه بتعمل ضغط بتقل. ايه كمان؟ البويلنج بيحصل له انكريس. الفريزنج بيحصل له ديكريس. يبقى سيادتك كل ما التركيز يزيد الدنسيتي بتزيد، الضغط بيقل، درجة الغليان بتعلى، والفريزنج بيقل. فاكرين لما كنا بنقول بيرموا ملح في شوارع أوروبا عشان لما تمطر ما يتجمدش المطر على طول، تفضل وقت عقبال ما تتجمد، بيعمل ديكريسنج للفريزنج بوينت. طيب أنهي رسمة من دول بتعبر عن العلاقة بين التركيز وبين الفيبور بريشر؟ كل ما التركيز يزيد الفيبور يقل، يبقى العلاقة بينهم علاقة inversely. السؤال اللي بعده: Which of the following is not from the structure adaptation in dolphin؟ الدولفين بيتميز بأن عنده streamline shape، عنده فينس، لكن ما عندوش large size eye. دي كانت بتاعت الايس فيش، لكن ده كله بيميز الدولفين ما عدا اللارج سايز فيش. when nutrient excessively increase، الأكل والمواد الغذائية زادت بكمية كبيرة جدا جدا في المية، ده يعمل إيه؟ طبعا ده هيؤدي لحاجة اسمها abnormal algal blooming، هيعمل مد من الطحالب وزيادة ضخمة جدا للطحالب. على فكرة هي النيوترانت لو زادت دي حاجة كويسة، لكن هو كاتب decreasing the growth of the plant، بالعكس هو هتخلي النبات ينمو بمعدل كبير. increasing biodiversity صح، هيعمل stability of the ecosystem، لا، هو هيعمل abnormal algal blooming لأن نتيجة زيادة شديدة جدا، فيعمل abnormal algal blooming. Which of the following statement is correct about adaptation of the shark with water pressure؟ الشارك بيتميز بأن جسمه كارتلج، وبيتميز ان هو عنده flexibility عالية جدا عشان يقدر يتحمل الضغط. Which of the following arrangements، مين من دول خطوات ترتيب وتكوين السلفوريك اسيد؟ اول خطوة عندنا عشان بس نكتبه بطريقة احسن هو اللي بيحصل الاتي، عشان بس نبقى ماشيين فاهمين بنقولها ازاي. اللي بيحصل الاتي: SO2 بيتحد مع O2 فبيدي SO3. SO3 بيحصل الآتي، بيحصل إن ال SO3 combine with water vapor give H2SO4 اللي هو سلفوريك أسيد. خلي بالكم من الإيكويشن عشان ممكن تطلب مننا. يبقى اللي بيحصل SO2 تدي SO3 تدي H2SO4. Water in liquid state contain، المية في حالتها الطبيعية، طبعا أنت عارف المية تالت مرة نقولها عبارة عن O وتلاتة ووتر واثنين هيدروجين. ففي عندنا بوند اسمها كوفالنت بوند ودي بتبقى سترونج، وفي عندنا بوند اسمها هيدروجين بوند ويك. البوينت ديت لما تشاور ببوينت دي اسمها هيدروجين بوند، هيدروجين بوند هي ديت بتبقى ويك ولكن كنترول most of the water abnormal properties. الصفات الغير طبيعية للمية refer to presence of hydrogen bond. اللي بعده يبقى فيه covalent وهيدروجين. Question 12. Two identical quantities 1 and 2 gases. عندنا غازين، غاز واحد واثنين. الغازين دول الغاز الأولاني عنده حرارة أكتر من الغاز التاني. يبقى الغاز الأولاني عنده حرارة أكتر، يبقى الإفكتيف فيلوسيتي بتاعته أكتر. الحرارة بتاعته أكتر يبقى الVRMS بتاعته أكتر. يبقى ده هيبقى more وده هيبقى less. اوكي، لو عملنا رقم صغير رقم كبير هيطلع less than 1. So the answer less than 1. Number 13. طبعا ما تنساش السؤال اللي قبله، احنا ال VRMS أثر بالماس وبالتمبريتشر، كل ما التمبريتشر تزيد يبقى ال VRMS تبقى أكتر. فمعنى كده إن ال VRMS اللي هي الإفكتيف فيلوسيتي بتاعت الغاز عشان هو أسخن أكتر ودي أقل، يبقى رقم صغير رقم كبير بيطلع less than 1. When moving barometer from the foot of mountain to the top, the amount of mercury in basin. حلو قوي السؤال ده.
احنا عندنا حوض اهو، وفي عندنا مليان بالميركوري، وبعدين حاطين فيه انبوب. ايه اللي هيحصل؟ اولا لما يبقى الضغط شديد فالميركوري بيطلع لفوق، يطلع لفوق هنا كده لو الضغط جامد. هو بيقول لك بقى تمشي منين؟ من ارضيه الجبل، يعني من قاع الجبل، من تحت، من اسفل الجبل هنطلع فوق. طب احنا نطلع لفوق الضغط ايه؟ هيقل. طب الضغط هيقل فالميركوري اللي جوه هينزل لتحت، اللي في الانبوبه ده هينزل لتحت، هينزل في الحوض ده، فالمستوى ده يحصل له ايه؟ يطلع لفوق. يبقى نقول له انكريس. كده انا مش فاهم. هنقيس الضغط في اسفل الجبل ثم اعلى الجبل، فاحنا لما هنطلع لفوق الضغط هيقل، فالميركل اللي جوه في الحوض في الانبوبه دي هينزل لتحت، فهيخلي الميركل اللي موجود في الحوض يزيد يطلع لفين؟ لفوق. بس ايه اللي هيحصل ده؟ تقول لي مستر انكريس، يبقى هيحصل عمليه انكريس. لكن هو بيتكلم على الحوض، لو كان بيتكلم على التيوب كنا قلنا هينزل لتحت. The two processes which physical states of water similar immediately after the occurrence are. مين العمليتين؟ عملية transpiration وعملية evaporation. عمليتين، بص بيقول لك ايه؟ في عمليتين، بص بيقول لك ايه؟ طبعا دي الإجابة دي مش مظبوطة يا جماعة، الإجابة دي هنختار less than 1، هي دي عفوا، لكن الإجابة هتبقى less than 1. هنا بيقول لك ايه؟ Two processes in which the physical states of water are similar immediately after their occurrence. متشابهين تماما. اولا الترانسبيريشن معناه ان النبات بيطلع ميه على شكل ووتر فيبر، بشكل قطرات تخرج في الهواء كده على شكل ووتر فيبر، بيحصل لها ايفابوريشن، وده بيحصل عن طريق استومات. ما تنساش ترانسبيريشن means losing water as a vapor. الايفابوريشن معناها losing water as a vapor، يحصل ايفابوريشن للووتر. فمين الاثنين اللي شبه بعض؟ ترانسبيريشن اللي هي بيفقد فيها النبات ميه على شكل ووتر فيبر، وعمليه الايفابوريشن. Which of the following layer have the least thickness؟ أقل واحدة في السمك طبعا طبقة اسمها طبقة التروبوبوز. إزاي يا مستر؟ أقول لحضرتك، ما أنت نسيت بس إن في layers، لو في حد فاكر كان أول layer اسمها تروبوسفير، تروبوسفير. تاني طبقة اسمها ستراتوسفير. كان في طبقة في النص بتفصل بينهم اسمها تروبوبوز. الطبقة دي سمكها 1 كيلومتر، تخيل كيلومتر واحد. بالتالي هي بالنسبة للمقارنة لكل الطبقات التانية هي the lowest one، أقل واحدة في السكنس. السؤال اللي بعده، أنهي واحدة من دي تطلع مية بكمية كبيرة؟ أو رسمة صح. بص هنا عاملين زي هول، فتحة كده عند 1 وفتحة عند 2. المفروض إن أنا كل ما أنزل تحت يبقى ضغط المية إيه؟ أعلى. فبص على الرسمة دي، هتلاحظ إن 2 عاملة ووتر بريشر، ضغط مية أكتر من 1، يبقى دي صح. دي ما ينفعش، الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض. هنا عامل 1 أكتر من 2 يبقى غلط. 2 في عمق أكبر فتعمل ضغط مية أكتر، 1 في عمق أقل يبقى تعمل ضغط مية أقل. In the life cycle of the salmon، في دورة حياة السلمون، أنهي مرحلة تقريبا بتعيش في لو أوزموتيك؟ لعيب لعيب. كلمة لو أوزموتيك معناها مية عذبة، فريش ووتر. ازاي يا مستر؟ هقول لك ازاي يا باشا. مش بيقول لو اوزموتيك يعني معناها تركيز املاح ايه؟ قليل، يبقى ميه عذبه. مين من دول تقريبا ما بيعيش غير في ميه عذبه؟ اكيد اللي ما بيعيش غير في ميه عذبه هو الايج. خلي بالك ان سمك السلمون most of life in salty water. اسمع الجمله دي، most of life in salty water. بيروح للفريش ووتر فور ريبرودكشن اند لاي ايجز، والايجز بيفضل موجود في الميه العذبه لغايه ما يحصل له عمليه هاتشنج. يبقى مين موجود معظم وقته في ميه عذبه؟ ما كتبش ميه عذبه، كتب له اوزموتيك اللي هي تساوي كلمه ميه عذبه. تقول له الايج اونلي. question 18 which of the following is from the reason of the global warming phenomena؟ احد اسباب الجلوبال وورمنج. تقول لي سهله جدا، الجلوبال وورمنج نتيجه الفوسيل فيول كومباشن، حرق الوقود الحفري. A body has a mass 70 kilogram. التمبريتشر 98.6 فahrenheit and the specific heat is 3400 joule per kilogram Kelvin. The amount of heat to gain by the body to raise temperature عشان نرفع الحرارة 102.2 فahrenheit. طيب هي كده هتعلى كام درجة؟
هتعلى بمنظر ده. هو عايز كمية الحرارة، هنعملها ازاي؟ في عندنا قانون اسمه Q TH يساوي الام في السي في دلتا تي في التغير في الحرارة. لازم نحول الحرارة من فahrenheit نحولها لسلسيوس، وبعدين تجيب الماس 70 السبيسيفيك هيت، عندك الرقم والفرق في الحرارة. بس انت لازم الأول تحول من فahrenheit لسلسيوس، فرق درجات الحرارة. طب ما انا مش مضطر احول لان انا ممكن الاثنين يبقى نفس الفرق. هتعمل 100 الام بكام عندنا؟ ب 70 تايمز السبيسيفيك 3400. التغير في الحرارة في كام تغير حرارة؟ يبقى هتعمل الفرق بين الاثنين 102.2 minus 98.6. ده هيديك كمية الحرارة اللي عندنا. لو جينا حسبناها، ما تنساش مرة تاني معلش عشان ما خدش باله، في حاجة اسمها الكيو تي اتش، مقدار الحرارة بيساوي الام اللي هي الماس ولازم بالكيلو جرام، تايمز السي اللي هي سبيسيفيك هيت وده رقم هو بيديهولك، سبيسيفيك هيت تايمز التغير في درجة الحرارة. انت قلت لازم تبقى بالسلسيوس، لا مش لازم تبقى بالسلسيوس لان هو عايز الفرق في الحرارة. يعني هي لو عليت هنا 3 درجات فahrenheit هتبقى عليت 3 درجات برضو بالسلسيوس، فانت مش مضطر تحول. يبقى تعمل كله تايمز بعضه وتعمل ام 70 ب 70 كيلو جرام تايمز سي السبيسيفيك والسبيسيفيك ب 3400 تايمز دلتا تي التغير في الحرارة. طب هي كانت بقت بكام؟ ب 102.2 ماينس 98.6. ده يديك الكيو تي اتش. الكيو تي اتش. What is the effect of the lens absorption ultraviolet؟ لو عينين واحد امتصت ultraviolet كتير بتعمل كاتاراكت وبتقلل في كمية الضوء اللي داخل العين وبتعمل اعتام لعدسة العين. يبقى بتعمل light transmissions is decrease، بتقلل عدسة أو الإضاءة بتاعة العينين. السؤال اللي بعده answer the following question compare between wood frog, ice fish و thorny devil. بص بقى مبدئيا كده عشان تبقى عارف، الوود فروج بتعيش في مناطق متجمدة جدا فبتعمل ستوب للهارت وستوب لللنج، وبتعمل ستور بتخزن بروتين انتي فريزنج ما يحصلش عملية تجمد. في عندك الايس فيش بتعمل ستور بتخزن جلوكوز. حلو. عندك الديفل ليزردز كان في سحلية اسمها ديفل ليزرد، دي فيها شانلز، فيها قنوات، فيها كانلز موجودة اون ذا باك بتعمل كولكت للووتر. يبقى فيها كانلز، شانلز، تيوبس اون ذا باك بتعمل كولكت للووتر، بتجمع الووتر، كولكت ووتر. وبعدين الووتر لما يتجمع يحصل له بورد، يصب in the mouth، يصب في الفم. يعني هي عندها قنوات في ظهرها بتجمع الميه يصب في بقها فتقدر تعمل كولكت الووتر. وخلي بالك ان الديفل ليزرد بتعيش في مناطق تروبيكال ومناطق بتبقى هاي تمبريتشر. السؤال اللي بعده بيقول لك the following diagram represent aquatic chain، سلسلة غذائية. What is the effect of decreasing the level of dissolved carbon dioxide gas in water on the energy flow؟ مفيش كربون دايوكسيد كافي، يبقى نسبة الألجي يحصل لها تقل. تقول له كده الألجي ديكريس، هيحصل إن الألجي هيحصل له ديكريس. حلو. وده هيعمل ديكريس، هيقلل all living organism وهيعمل destroy للفود شين. بس كده. وهتقول له كمان يبقى هيعمل ديستروي للفود تشين، وكمان كوزز هيسبب حاجه اسمها امبالانس. هيعمل ديكريس، ممكن نزود كمان هيعمل ديكريس للبايو دايفرستي.
هيقلل البايو دايفرستي. بكده يا ولاد يبقى احنا حلينا تقريبا 3 موديلز، كل موديل فيه تقريبا ما يزيد عن 20 سؤال، معانا كده اكتر من 60 سؤال حلين. بالتوفيق، واي سؤال انا معاكم ان شاء الله هيبقى امتحان ممتاز وجميل جدا، بس نهتم بالتفاصيل الصغيره اللي في المنهج. بالتوفيق.